خلاص. بس بالنسبه لموضوع هنري ميشيل كمان سمعت برضه نغمه كده برضه بتقول ان هنري ميشيل يمشي وهنري ميشيل يقعد، واحنا لسه هنري ميشيل عمل معانا كام ماتش عشان نقول نتكلم في انه يمشي او ما يمشيش. هو احنا اصلا ما كناش مع ان بيكستال يمشي اصلا زي مع الموسم ده، ما كناش مع كده. من الحد امتى نرجع نغير مجلس الاداره بتاع بكره ده هيناقشوا فيه موضوع هنري ميشيل في البقاء يعني. ايه؟ اجتماع مجلس الاداره بتاع بكره انا عارف ان هم هيناقشوا فيه رحيل هنري ميشيل من بقائه. الاجتماع بتاع يعني انتوا بترجحوا بقائه ولا مش بترجحوا بقائه؟ يعني انا مش عارفه، انا بيتهيألي ان هو يقعد احسن، لان يعني ما عنديش استعداد ان يحصل اي تغييرات تانية، يعني مش وقته خلاص بقى، احنا نرضى بالواقع، احنا كده كده مش بننافس، واعتقد الصعوبة ان احنا ننافس، فخلينا نكمل بالمدرب اللي معانا وخلاص، يعني مش وقت بالظبط كده. وبعدين انا بقول برضه من رايي ان احنا واحد لحد امتى هنبقى نغير مدربين؟ احنا في الفتره دي احنا ضربنا رقم قياسي في عدد المدربين اللي كنا في الاربع خمس سنين دول، احنا ضربنا رقم قياسي فعلا. يعني احنا الزمالك دلوقتي هو نادي الارقام القياسيه بجد، يعني في عدد المدربين وعدد الهزايم في السنين دول، السنين كام سنه دول، لا يعني بجد احنا عملنا ارقام قياسيه كبيره جدا. فلا مش فاهمين مش يمشي خالص، ما ينفعش يمشي. هو احنا هنفضل نمشي امتى ونمشي ونجيب ولسه المدرب اللي يجي يحفظ الفريق ويتفرج على الفريق ويشوف ومش عارف ايه؟ لا كل ده مش مصلحه الفريق اصلا. ربنا يوفقهم، وبكره انا بقى نستنى تقول لنا دايما كل الجديد بكره وبعد كده وكل حلقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نسيب اتصالي كده. العفو. اشكرك يا رنا. مع السلامه. رنا مصطفى، انت ايه رايك يا مصطفى في موضوع هنا المثيل؟ والله شايف ان هنري ميشيل لازم يستمر مع الزمالك عشان لازم نحافظ على الاستقرار، واللعيبه خلاص اتعودت حتى لو الاداء مش قد كده، فلازم اللعيبه تبقى، لازم الجهاز يبقى مستقر ولازم اللعيبه تبقى مستقرة. وتقريبا معانا اتصال دلوقتي تاني يا جاك؟ معانا اتصال. ايوه من معانا؟ ايوه انا احمد عاطف من القاهره. اهلا يا احمد بيه. اهلا وسهلا يا احمد. تمام، ازيك يا مصطفى؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. احنا كنا بنتكلم عن هنري ميشيل، انت ايه رايك في موضوع ان هنري ميشيل يقعد ولا يمشي؟ الصراحه انا كنت اصلا من المواضيع ان هو يرجع اصلا من الاول يعني. كنت موافق ان هو يرجع يعني؟ كنت شايف ان هو يرجع اصلا من الاول. تمام. فدلوقتي انت ايه رايك، شايف ان هو ممكن يعني يمشوه يعني ولا ايه؟ انا رايي ان هم يمشوه الصراحه. طب ترشح مين؟ ارشح مين؟ ارشح حسام حسن. ترشح حسام حسن؟ يعني انت شايف ان حسام حسن هو اللي ممكن يقدر يعمل حاجه حتى في الفتره دي؟ احنا غيرنا مدربين كتير، يعني نمشي تاني؟ احنا كده احنا اوريدي ما بنكسبش، فهنخسر يعني. عايز اقول ايه؟ طب يا احمد مش هنخسر حاجه من التغيير. بالظبط صح. احمد ايوه معاك. تحكي لك ايه الثمان جولات اللي فاتوا؟ الزمالك سيء 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 سيء، لو بيكسب او بيتعادل بدفعة الجمهور اللي بنروح له. بالظبط صح. يعني انت مش راضي تماما عن اللعيبه ولا عن الهدف ولا عن اي لعيب في نادي الزمالك باستثناء احمد مجدي وابو السيد في الماتشين اللي لعبهم. تمام. يعني انت كده من الناس اللي يعني، طب انت متفائل الفتره الجايه ولا ايه يا احمد؟ والله يعني اكيد نفسي طبعا متفائل الزمالك يكسب، بس مش حاسس ان هم يقدروا يعملوا حاجه. يعني فتره التوقف دي شايفها هتاثر ازاي؟ كان اي فتره توقف قبل كده كانت في الزمالك الصراحه. يعني كده دلوقتي المشكله في يعني انا اكيد نفسي طبعا الزمالك يرجع وكل حاجه، بس ما فيش، مش حاسس ان هم اللعيبه دي هتقدر تدي. مش حاسس ان هم كده يقدروا والله ربنا يوفقهم وربنا يكرمهم، وما نشوف كده يعملوا ايه الفتره الجايه، يعني هيفرحونا بقى ولا ايه؟ يا ريت والله. وفي حاجه ثانيه. اتفضل. جمهور الالتراس طول ما هم بيشجعوا الفرقه بتخسر بتتعادل، الفرقه دي مش هتعمل حاجه. صح. المفروض دول هم اصلا جمهور نادي الزمالك ما تقدرش مسؤوليتهم غير ان هم يكسبوا. يعني ما ينفعش لما الفرقه مثلا تتعادل او تبقى خسرانه وماديا كويسه فعلا يقعدوا يظهروا لعيب. طب انتوا هم كده هم خسرانين وبتشجعوهم، طب مسؤولين ان هم يكسبوا يعني. والله انا معاك برضو في النقطه دي، لان انا يعني انا كنت حتى قلت قبل كده في حلقه من الحلقات ان هو حازم امام كان قايم بيسخن فالناس بتسقف له. طب انتوا بتسقفوا له على ايه؟ برضو حازم لما مش غير حازم، اي لعبه حلوه تتعمل بقينا نسقف على كل لعبه. هو احنا يا جماعه ده نادي الزمالك، مش كل لعبه حلوه نقوم مسقفين. في حاجات تكسر حلو، الطبيعي بتاعنا احنا نكون كويسين. صح بالظبط. مش حاجه استثنائيه ان هم مثلا كسبوا او تعادلوا، لا لازم احنا نكون كده، لازم نكون بنكسب ومفيش حاجه ثانيه غير المكسب.
انا معاك في كده. وانت ايه متوقع ايه للمنتخب بقى الفتره الجايه؟ ان شاء الله ان شاء الله انا بحس المنتخب يكسب 4-1 الماتش اللي هنا ده. يعني تتوقع بجد ان هم يكسبوا ما يوصلش المباراه فاصله على طول نخلص من هنا؟ لا ان شاء الله هنكسب. تتوقع انت هتروح الماتش؟ خبر اللي هو اصابه كابتن منتخب الجزائر اللي هو زيد منصوري ده اللي هو بيلعب في فرنسا. خبر كويس يعني. تمام. طب انت ان شاء الله يعني انت هتروح الماتش ده ولا هتبقى ايه ولا ايه ان النظام؟ شاء الله. لا هتكون موجود في الاستاد يعني ان شاء الله؟ ان شاء الله. تمام ان شاء الله. انا بشكرك على وقتك. اتفضل قول. قول اتفضل. ليه كابتن حسن شحاته دايما يعني ما بيحاولش يبص على لعيبه الزمالك؟ يعني واحد زي احمد ناجي ده ما بتاخدش في المنتخب ليه؟ صح. تمام. واحد زي احمد حسام ميدو ده مهاجم بيتعمل في صف اوروبا، انما هو دلوقتي بعيد تماما عن مستواه، بس هو ابتدى يرجع شويه للياقته وشويه لمستواه. لان هو لما موجود في الملعب يعني زمان كان بيقولوا صح مثلا نزل الملعب ورجليه مكسوره المدافعين هيخافوا منه. صح. تمام. هو ميدو كده بالنسبه لهم ان هم اوريدي وخايفين منه، ان هو كان بيلعب عليهم 2001 وبيلعب من زمان ولعيب خبره. بالظبط والله صح. انا برضه معاك كده. بس في ناس قالت بقى انت لسه مش مكتمل لياقه، ممكن نستنى شويه على ميدو مش عشان لاعب ماتش حلو هو كده. سؤال واحد زي محمد شوقي ما بيلعبش. ايوه صح. واحد زي عماد متعب لعب ماتش ونص. ولسه ما راجع. لقيتش تحكم على مستواه. انا عماد متعب اضافه وكل حاجه بس ما قدرتش تحكم على مستواه. لا انا معاك والله. حرام ان هو ضم عبد الظاهر السقا. ده جايبه كده من الضال للنار. انت عبد كده الظاهر السقا من 2006 ما لعبش منتخب مصر. انت مش مقتنع. انا كنت لسه هسألك والله على موضوع عبد الظاهر السقا وايه رأيك في كده؟ لا هو عبد الظاهر السقا لعب كويس، بس برضه هو جايبه من الضال للنار. لعيب بقاله 3 سنين ما لعبش على منتخب مصر وكان يعني متجاهلينه تماما. يمكن بيتفائل بيه، بيقولوا بيتفائلوا بيه بقى علشان كان معاهم تقريبا في ماتش 5-2 بتاع الجزائر ولا ايه مش عارفة يعني. احنا برضه مش مع عبد الظاهر لو يعني. هنمشي بالتفاؤل بقى يبقى نرجع نلعب حسام حسن يعني. صح. لا برافو عليك والله. انا معاك برضه في الرأي ده تماما يعني. حسن الحق يتخذ المنتخب يعني. صح. يعني انا رايي كان ممكن يلعب معتصم سالم على ازهار معتصم سالم على ان هو معاه في المنتخب والراجل شايفه وبيشوفه الدوري. منتخب بقاله فتره. حتى انا بالتالي ما توقعش اصلا ان هو ممكن ينزل عبد الظاهر السقا. هتبقى بجد حاجه صعبه قوي يعني. اذا نزله تبقى حاجه غلط. متوقعه هيلعب بمساكين اللي هو يبقى اسمه ده احمد فتحي. احمد فتحي هيلعب مساك. تفتكر ان هو ممكن ينزل؟ طب انت ايه رايك في احمد فتحي في المركز ده؟ بتستريح وهو موجود في مركزه كده ولا في مركزه الاصلي؟ لا هو يبقى كويس، بس لو احمد فتحي مثلا في كوره وكده حكم هيبقى في مشاكل عندنا ورا. ما دي المشكله. ما احنا مش عارفين نعمل ايه. تحس انها خربانه. هو وائل جمعه فعلا غيابه اثر بصراحه. وبرضه مش شريف عبد الفضيل اللي يفيد. شريف شايف ان هو بتهيألي مفيش انسجام حتى يعني. لو شريف جنب شريف عبد الفضيل جنب هاني سعيد جنب اوكا برضه الثلاثه اصلا ما لعبوش جنب بعض يعني. حاسه ان الدنيا هتخرب. فيا ربنا يكرمهم. ما نشوف كده. ربنا يسهل ان شاء الله الفتره الجايه. انا بشكرك جدا على اتصالك وكل مره بقى نستنى انك تكلمنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. ميرسي يا احمد ليك. ماشي. سلام مصطفى. ايوه خلاص. باي باي. انا بشكرك يا احمد على اتصالك. ولو اتكلمنا على نفس النقط بتاعت احمد، عايز اقول لاحمد ان انا مش معاك في موضوع التدخل في اختيارات حسن شحاته، سواء احمد متعب او سواء عبد الظاهر السقا. انا شايف ان دي اختيارات الكابتن حسن، والكابتن حسن هو المسؤول قدام الناس وقدام الجمهور وقدام الشعب كله عن الاختيارات دي. وانا شايف يعني الكابتن حسن يعني الحاجات دي اتعرض ليها قبل كده كتير، ان هو يختار لعيبه ما تبقاش على هوا الجمهور او ما يبقاش معجب بيها زي ما قال. انا معاك برضه في كده. بس يعني انا قلت ايه. هو الاختيارات مش في حاجات. الاختيارات مفاجاه. بس اعتقد ان القائمه كامله وعندنا لعيبه كتير تسد يعني. هو كان مثلا بيقول ايه يعني. هو لما هو ما خدش يعني هو واخد مثلا ايه محمد شوقي. طبعا محمد شوقي ما بيلعبش بقاله فتره. واخد عبد الظاهر السقا. طب عبد الظاهر ما بيلعبش بقاله فتره. طب ما في ناس اجهز، ما في ناس افضل. فاهم؟ هو كان بيتكلم في النقطه دي. فهي طبعا اختيار كابتن حسن شحاته. وربنا يوفق المنتخب يعني الفتره الجايه يعني. هو كان بيتكلم على هنا اللي وكان بيقول زي ما انت سمعت كده يعني. بالنسبه لهنا ميشيل هو قال لك مش عايز هنا ميشيل وبيفضل حسام حسن. يعني انا بحترم رايه جدا، بس انا شايف ان حسام حسن من ما لا يصلح انه يمسك الزمالك في الوقت الحالي. لاسباب ما ينفعش يبقى مدير فني لنادي الزمالك، فريق كبير زي نادي الزمالك ده يبقى يلعب يومين في الملعب و10 ايام في المدرجات. فتره ايقافات يعني. مصطفى معانا بس اتصال تليفوني فتعالوا نرد عليه. الو. الو. ايوه معايا.